أعزائي المشاهدين، اليوم جولتنا حول أهالي منطقة آمرلي أو ناحية آمرلي الصامدون بوجه داعش منذ 50 يوم لحد الآن، ولا يستطيع الوصول، يعني لا يستطيع أحد الوصول إليها إلا عن طريق الطائرات. فتابعونا، سنذهب بهذه الطائرة إلى تلك المنطقة. إذا زأرت أسودك يا عراق، ترى الموتى من القبر استفاقوا. إذا زأرت أسودك يا عراق، ترى الموتى من القبر استفاقوا. وكالعباس لو صالوا زلزال، فجيش الله جيشك يا عراق. إذا طارت صقورك في الفضاء أو انتشرت أسودك في العراء، يفر الموت لكن أين يمضي وأنت ملكت ناصية الهواء. بكف الله ترمي حين ترمي، فتنصدع السماء على السماء. لديك أبطال، لئن فعلوا وإن قالوا، فجيش الله جيشك يا عراق. لنا علم إذا ما رف كبر، يلوح بقلبه الله أكبر. إذا قمنا ندافع عن علاه، صبغنا من دمانا الكون أحمر. فنحن يا عراق إذا مشينا إلى الجبهات أسلحة ومنحر، فأرتال وأرتال وصوب النصر إقبال، فجيش الله جيشك يا عراق. إذا زأرت أسودك يا عراق، ترى الموتى من القبر استفاقوا. إذا زأرت أسودك يا عراق، ترى الموتى من القبر استفاقوا. وكالعباس لو صالوا يدق الأرض زلزال، فجيش الله جيشك يا عراق.
انتشرت أسودك في العراء يفر الموت لكن أين يمضي وأنت ملكت ناصية الهواء بكف الله ترمي حين ترمي فتنصدع السماء على السماء وكالعباس لو صالوا يدق الأرض زلزال فجيش الله جيشك يا عراق إذا طارت صقورك في الفضاء أو انتشرت أسودك في العراء يفر الموت لكن أين يمضي وأنت ملكت ناصية الهواء بكف الله ترمي حين ترمي فتنصدع السماء على السماء لديك أبطال لئن فعلوا وإن قالوا فجيش الله جيشك يا عراق لنا علم إذا ما رف كبر يلوح بقلبه الله أكبر إذا قمنا ندافع عن علاه صبغنا من دمانا الكون أحمر فنأخذ يا عراق إذا مشينا إلى الجبهات أسلحة عمر Vous allez pas, ça repart, allez, ça repart. Allez, ça repart. Bakara gelir, bak. Hayır, dinsiz görmüşsünüzler. مستمرون معكم بالتغطية إلى منطقة آمرلي. كما ترون هذه المدينة أو هذه الناحية خالية تماما، فرجالهم مرابطين في الخطوط الأمامية ونساؤهم وأطفالهم في البيوت. الآن نلتقي بقائد القوة اللي موجود بهذه المنطقة والذي عرف بصرامته وصموده. السلام عليكم سيادة العقيد. عليكم السلام ورحمة الله. اشرح لي موقفكم هنا وقوتكم ووضعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نرحب بكم بالقناة الغدير بهذه المدينة الصامدة. يعتبر مدينة آمرلي من المدن الصامدة اللي صمدت وحافظت على وحدة العراق. ونحن الآن يعني نوقف بوجه داعش، ما يسمى داعش. احنا ما ندري داعش هو أخي عزيز، داعش شنو هو داعش؟ الداعش هو عبارة عن ناس سلابة حرامية من أطراف المنطقة واللي جايهم إمداد من غير منطقة. احنا نقول هلا بهم. احنا بالنسبة لنا ندافع عن أرضنا وشرفنا ووطننا ونبقى صامدين. النصر، ما نقول النصر والموت، لا، للنصر. الموت مالتنا شهداء، هذا صك مصدق. الشهيد يروح صك مصدق بجيبه. المرجعية من أنطى الفتوى مال الشهادة احنا نمشي عليه ونحافظ على وطننا ونحافظ على أرضنا. استشهد أنا، استشهد المقاتلين ما يجون ورانا. خطوط احنا موزعين خطوط أمامية، خطوط ثلاث دفاع عندنا، خطوط أمامية، خطوط الخلفية والحشد الوطني ويانا، وإن شاء الله نقول النصر قريب جدا. والله موقفنا جيد جدا ان شاء الله، واحنا نظل نقاتل بيهم وهلا بيهم اللي يجون.
احنا ان شاء الله ننتصر عليهم جا محمد وآل محمد. العفو، السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. يعني الجيش والحكومه اللي موجوده في خارج هذه المنطقه، يعني هناك يجيبوا لكم يساعدوكم؟ يجيبوا لنا عتاد، يجيبوا لنا اسلحه، يجيبوا لنا مواد غذائيه. نعم. بعد يعني عتاد كافي عندكم انتم؟ كافي عندنا عتاد. سلاح كافي عندكم؟ سلاح كافي. نعم. شو يعني هم تحتاجون فشي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيب قلبي. هم تحتاجون فشي انتم؟ والله ما نحتاج اي شيء، واحنا عددنا هوايه وعندنا اسلحه، يعني كل شيء ما نحتاج، بس نريد يجي داعش حتى نقتل من عندهم. الجيش اللي موجود بالعظيم الان يعني ما يبقى له الا احتمال يوم او يومين يوصل يومكم. نعم. موقفك انت يعني، هل انتم متهيئين شيء اللي وصول الجيش ان شاء الله؟ احنا حسب الاوامر اللي تجينا من المراجع العليا الجيش يتقدم، واحنا شيء يصدر لنا اوامر من القياده العامه مالتنا ننفذها بحذافيرها. يعني منطقة قريبة إن شاء الله عليكم يوصلون الجيش يقدر إن شاء الله؟ منطقة قريبة موجودين الجيش دا يتقدمون إن شاء الله، بقى أيام قليلة منتصرين. احنا إن شاء الله هذول المناطق وبرحمد وزنجلية وعبود والأطراف المناطق، احنا هذول هم 11 4 كم واحد بالوندنا وارد منطقة الأرض دير بيز كان امرنا شيء على الصنر، ما امرنا لا بمزر. ان شاء الله احنا صامدين، وهالقرى هالاطراف ان شاء الله ما ياثر علينا. وبالنسبه لي انا احكي وياك، داعش هي شنو داعش؟ بمحاسنين طورباغم ورمارك وامرنا طورباغم ورمارك. والمجاهد يسمي نفسه من المجاهد؟ المجاهد الرجال يوقف بالساتر، المجاهد الشرطي، المجاهد الشرطي الصحوه النظيفه، المجاهد العشاير، ان شاء الله ما يرهبنا حتى الموت. بلار كامل يشتلر بلار يشتنر ده بلار نتفقد امرنا اصلا المصدر امرنا. والله ان شاء الله فطسوا ان شاء الله فوق ال 150، حتى الاحداثيات تجينا انهزموا ان شاء الله، ما يبقون ولا جرذان داعش ما يبقى بهالمناطق ان شاء الله. شو تقول للمرجعيه وانت شايل هذا سلاحك؟ المرجع احنا مجاهدين ان شاء الله ننتصر بجاه محمد وآل محمد ان شاء الله. احنا على طريق الامام حسين ان شاء الله، احنا منتصرين ان شاء الله. والجرذان داعش هذول تقريبا ماتوا من عندهم قبل يوم 100 واحد، وقبل اسبوع هم ماتوا على طرف الصياد تقريبا 200 300 واحد. والله احنا موجودين القوات الامنيه هنا، موجود فوج طوارئ طوز ناقه سريه، وموجود قسم شرطه آمنلي، مديريه شرطه آمنلي، وشكلنا فوج من ابناء الجيش مالتنا، احنا الجيش العراقي موجودين من اهالي آمرلي، فوج سميناه لا فوج جيش نظامي كان، فوج سميناه فوج آمرلي. صارت يعني فوج طوارئ الطوز اللي هنا فوج مالتي كان، ومدير شرطه آمرلي وفوج آمرلي، والحشد الوطني والصحوه الموجود كان شكله استاذ مهدي والمعالي وزير الشباب، فاندمجوا كله سوينا قوة آمرلي صار بالقيادة مالتي. احنا عندنا دعم من كل الجهات الأمنية الموجودة في بغداد، ومن معالي وزير الشباب والرياضة أستاذ جاسم محمد جعفر، ومعالي وزير النقل هادي العامري، والاستاذ عباس البياتي. طبعا هم قرايبنا، هم سند لنا، ودعم خاص من دولة رئيس الوزراء، والدعم الكبير الموجود هي من المرجعية العليا الموجودة في المرجعية مالتنا. هل أنتم لديكم استعداد لمواجهة أي عمل يعني أو أي تعرض جديد يكون عليكم؟ احنا دائما مستعدين،
احنا دائما مستعدين بالتعرضات ما نقول لهم هلا بهم خل يجون، بس احنا شيء واحد نقول من الجثث مالتهم فصوا الريحه مالتهم قتلنا. هذه عزيمه الابطال اللي موجودين هنا، هذه عزيمه الابطال. عونك يا وطن كل احنا خدام، بدر ونفوت بعيون الاعادي، اي ولد الهار احنا ويشهد الشام، شلون تفوت داعش للرمادي، شلون تفوت داعش للرمادي. نشكر نحن جماعة آمرلي، نشكر من قوات طيران الجيش، هم قادمين من بغداد على ناحية آمرلي الكريمة، رحم الله والديهم ما قصروا وبارك الله بهم، هم واللي يدزونا واللي يجيبونا رحم الله والديهم. ليش يجيبوا لكم؟ والله يجيبونا متوفرين اسلحه قنابل كل شيء ما شاء الله متوفر عندنا، واحنا نقاتل على اخر طلقه عندنا بالسلاح. ان شاء الله احنا منتصرين بجاه محمد وال محمد، ما نخليهم يطبون لنا الناحيه، لو ما ادري لو شيء يصير، مو داعش لو ابو داعش لو يجينا. لبيك يا حسين، يا حسين، لبيك يا حسين. نعم. أنا بدي أشكر مقاتل عباس، ذكرني أشكر شكر خاص للقيادة القوات الجوية بقيادة فريق ركن أنور، وقيادة طيران الجيش فريق أول ركن حامد المالكي. في الحقيقة مدير مركز عمليات عميد اسمه عميد حميد قال أتمنى أجي أصير جندي أقاتل في ناحية آمرلي. أريد هذا طلع لقاء خاص في التلفزيون حتى يسمع، يعني ذول الطيارين يجون احنا يوميا 8 طيارات طيارين فدائيين، وإيش وقت ما نطلب طيارات من يصير علينا تعرض في الأوقات يعني الحرجة بالليل بالنهار يجونا خلال، يعني يقول أحسن من يمك 20 دقيقة 40 دقيقة طيارات يمك. فأريد أشكر شكر خاص لقيادة القوات الجوية وطيران الجيش. احنا ان شاء الله ننتظر الداعش، خلي داعش، لان هم كلهم جردان، وهاي الدوشكه مالتي والله العظيم الله يدري ايش قد قتلت بها الداعش، ايش قد فطسنا الداعش، هو عتادنا هو الابطال الامرلي والشجعان. احنا ننتظر داعش ما يطب الامرلي الا على جثثنا، هم جثثهم خاصه هناك، والله العظيم بهاي السيارات كنا نسحلكم، هم نعرفهم الداعش، هم هاي القرى كلهم حراميه السلابه، والله العظيم ما نخلي بهالديره داعش باذن الله. والله العظيم نشكر الطيران الجيش والجيش واللي جانا القوه، ان شاء الله ما نخلي داعش بالديره. بارك الله فيك. وانت شو تقول حبيبي؟ بترك ما نحكي. ان شاء الله bizi قمار yakın düşsün bize ve ne kadar gelse koy gelsin. Biz hiç korkmarak ve bekler gözlerini, ne kadar vurdu gözlerini, kadifeyden, havandan, esbicinayinden, doşkadan ve mukatillerimiz ve tayaran cihetten bizi çok memnunuk, bizim çok saha getirdi ve ne kadar mukavemet etseler hakkımızdan gelmese. İmam Hasan'ın torpağını vermemek daşın hamsını. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، طاش على الراس سيد علي السيستاني، طاش على الراس سيد علي السيستاني. أعزائي المشاهدين، هذه المنطقة آمرلي أكثر العشيرة اللي موجودة بها، بل العشيرة الوحيدة اللي معروفة هي عشيرة البيات، وأكثرهم تركمان، وهم من الطائفة الشيعية. في نفس الوقت هؤلاء يعني ناحية فيها 20,000 نسمة، من ضمنهم نساء ومن ضمنهم رجال. أكثر الرجال الآن مرابطين في جبهات القتال، واللي يبلغ عددهم 12,000 واحد تقريبا، يتوزعون على حول هذه المنطقة، لأنه الجبهة مفتوحة عليهم من 4 أماكن، من الناحية الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية. عونك يا وطن كل احنا خدام، بدر ونفوت بعيون الأعادي، اي ولد الهار احنا ويشهد الشام، شلون تفوت داعش للرمادي، شلون تفوت داعش للرمادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد واهل بيت محمد. الله نزلنا هذا النعمة، صار لنا 10 سنوات يفجرون علينا مفخات سيارات عبوات، الله نزل هذا النعمة وقلنا الحمد لله والشكر، نقاتلهم وبصدر بصدر، إذا بيهم زود يطلعون نقاتلهم صدر بصدر. صار لهم 10 سنوات أعمالهم أعمال جبناء، يفجرون على الحسينيات، على الناس الأبرياء، على الجهال، على النسوان، على الأبرياء، ما عندهم يعني هم هذا الأسلوب مالتهم هيك،
يعني ما يطلعون يقاتلون وياك صدر بصدر. كل أعمالهم هذا صار لهم 10 سنوات. مع الأسف بهم المسؤولين هم من البرلمانيين هم يعني يتعاونون ويا الهذول، ما يعاونون الحكومة، ياكلون من نعمة الحكومة من الدولة من النفط العراقي، هم يعني يتعاونون على ويا هذول. مع الأسف نقول لهم مع الأسف ما يعاونون للحكومة المسؤولون، يعني يصيرون ويا الشعب، وهذا الشعب البريء، هذا الشعب الجريح 10 سنوات يعاني من المفخخات. كل العالم يعني ياكل نعمة العراق. هاليوم الله نزلنا هذا النعمة العظيمة، نتقاتلهم صدر بصدر، إذا بيهم زود يطلعون نقاتلهم صدر بصدر. وشكرا. عونك يا وطن كل احنا خدام، بدر ونفوت بعيون الأعادي، اي ولد الهار احنا ويشهد الشام، شلون تفوت داعش للرمادي، شلون تفوت داعش للرمادي. عونك يا وطن كل احنا خدام، بدر ونفوت بعيون الأعادي، اي ولد الهار احنا ويشهد الشام، شلون تفوت داعش للرمادي، شلون تفوت داعش للرمادي. يعادينا بد ما ينام ليله، ولد عباس وحمات العقيله. يعادينا بد ما ينام ليله، ولد عباس وحمات العقيله. حيل نسوها ما ننطي. ناحية آمرلي هسه الناحية مقطوعة من جميع الجهات، الناحية مقطوعة من جميع الجهات، من ناحية الطرق الرئيسية. الطريق الرئيسي تعرف أنت طريق كركوك بغداد، فمقطوع علينا. ها من ناحية الطرق البرية. نيجي الخدمات نيجي الكهرباء مقطوعة علينا من ناحية سليمان بيك. ناحية سليمان بيك المغذي الرئيسي للناحية ناحية تامر. كذلك الماء وكذلك الشبكة الأسيسيل وزائدا زين نفس العملية. احنا عندنا هنا بالنسبة للشبكة الرئيسية آسيسيل عندنا المحطة مالتنا محطة فرعية مرتبطة من المحطة الرئيسية مال ناحية سليمان بيك. فمن هناك ايش سووا يا اخي العزيز؟ من هناك فصلوا الفيشة مال الناحية، الفيشة مال الناحية طفت الشبكة بالناحية فقط. يعني أنا أريد أقول يعني الغاية مالتهم شنو؟ يعني شو يريدون؟ يعني رسالتهم بهاي القضية ليش؟ شو يريدون يقولون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة هم غايتهم، احنا صار لنا تقريبا 55 يوم محاصرين، يعني لا المواد الغذائية تدخل إلا عن طريق الطائرات فقط. هم يريدون احنا نسلم، هم غايتهم تسليم المنطقة إلى دواعش، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. وذلك نشوف على إمام الحسين عليه السلام قطعوا نفس الشيء، الماء والطرق، وحاصروهم إلى أن استشهدوا جميعا. فإحنا بالنسبة للناحية ما نسلم نهائيا إلا نموت كلنا، هذا بحثا آخر. سيادة العقيد، يعني أسلحتكم الذخيرة الكذا قوية بحيث تقاومون ايش قد بيها تقريبا؟ احنا الحمد لله والشكر الأسلحة اللي عندنا والذخيرة اللي تجينا، ذخائر تجينا يومية، مال ذخيرتنا تنتهي مستحيل. أسلحتنا موجودة، كافة الأسلحة متطورة ثقيلة متوسطة خفيفة، كافة الأسلحة موجودة عندنا. احنا عشيرة آمرلي، احنا مأب وجد، يعني من أب واحد. احنا آمرلي كليتنا مقسم على أفخاذ، ورؤساء الأفخاذ هم يقودون المقاتلين مالهم، يعني بحيث يعني ما أقدر أقول أحسن من القوات الأمنية، بس نفس المستوى الموجود، ومتعاونين تعاون كلش ممتاز وراقي ويا القوات الأمنية. والعشائر الموجودة أطرافنا، عشائر نسميه عشائر البيات، يعني البيات داير مدى المطوقين، هم البيات مطوقيننا. شكرا سيادة العقيد. أعزائي المشاهدين، نختتم هذه الجولة في ناحية آمرلي إلى جولة أخرى إن شاء الله. سنتطلع على الجبهة وخط الصد لهذه الناحية أمام الدواعش.
فإلى اللقاء وإلى تقرير وجولة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا زأرت أسودك يا عراق ترى الموتى من القبر استفاقوا. إذا زأرت أسودك يا عراق ترى الموتى من القبر استفاقوا. وكالعباس لو صاروا يدق الأرض زلزال، فجيش الله جيشك يا عراق. إذا طالت صقورك في الفضاء أو انتشرت أسودك في العراء، يفر الموت لكن أين يمضي وأنت ملكت ناصية الهواء. بكف الله ترمي حين ترمي فتنصدع السماء على السماء. لديك أبطال لئن فعلوا وإن قالوا، فجيش الله جيشك يا عراق. لنا علم إذا ما رف كبر يلوح بقلبه الله